يا مساء الفل. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة اقتصادية جدا، هتأكل البيت كله وهتشبعه، وبربع كيلو من اللحمة المفرومة هتعملي احلى وصفة النهاردة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل حبايبنا. معايا بقى بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، بفرمهم ناعم كده واعصرهم كويس لحد لما ينزلوا كل المية اللي فيهم. بحط البصلتين دول بقى والبصلايه ده هي على ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وبحط التوابل بتاعتي. نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والقرفه والسبع بهارات وبهارات اللحمه والبابريكا، ومعلقه كده من الفيجيتار، معلقه كبيره، ومعلقتين كبار من البقسماط. اعجن الكلام ده بقى مع كل مع بعض كده كويس لحد لما البصل يختفي في اللحمه والتوابل تختفي كمان، وتلاقي ريحتها طلعت كده. بجيب بقى كيس تلاجة بفتحه وبديله كده مسحة من المية، وبخلي طبق كده جنبي فيه مية علشان ابل ايدي، وابدا ان انا اكور اللحمة بتاعتي. بعملها كده كور متساوية بالعين كده على قد ما اقدر ان انا اظبطها. ما تستخدميش زيت خالص علشان ما يخليش الكفر اللي احنا هنعمله يفصل عن اللحمة. باخد بقى كل كرة من دي وببدأ ان انا افردها. ما بخليهاش رفيعة قوي، وطبعا ما خليهاش تخينة، يعني بس بيبقى لها سمك بسيط كده. ببدأ بقى ان انا اسويها بايدي لحد لما تاخد شكل قطعة البفتيك، يعني بتبقى شكلها عشوائي كده مش منتظم. زي ما انتوا شايفين كده، هي لا هي رفيعة ولا هي تخينة. بحطها بقى في الفريزر لحد لما تتجمد على ما اجهز بقيه الخطوات. بحط بقى بجيب ميه البصل بتاعتي اللي انا كنت راكناها ده اهي، بحط عليها 7 معالق من الدقيق وربع كوبايه من الميه، وبحط عليها نفس التوابل اللي انا حطيتها على اللحمه، نص معلقه صغيره كده من كل حاجه. وبعدين ابدا ان انا اقلبهم لحد لما اوصل قوام كده يكون يعني له خفيف وله تقيل زي قوام الكريب بالظبط. وبجهز بقى البقسماط بتاعي معايا كده كوبايه من الفيجيتار، عليهم معلقتين من البقسماط، او حسب بقى الكميه اللي ما هتحتاجي، يعني ممكن تضافي الكميه مفيش مشكله. ابدا بقى ان انا بطلع اللحمه بتاعتي من الفريزر، بس ما تطلعيهاش كلها مره واحده، يعني قطعتين بقطعتين كده علشان ما تفكش، لان لو فكت مش هتعرفي تتحكمي فيها، وبالذات لو انت اول مره تعملي الوصفه دي. احطها بقى في خليط الميه والدقيق، وبعدين اطلعها احطها في خليط الفيجيتار والبقسماط. ما تقلبيش فيها كتير علشان ما تتقطعش منك، يعني يا دوبك كده بس حاجه بسيطه، وبالراحه وانتي بتشيليها. بحط القطع بتاعتي بقى بعد ما عملتها في البقسماط فوق بعض، وبين كل قطعه والتانيه باخد رشه من البقسماط كده احطها علشان ما يلزقوش في بعض. عندي بقى زيت غزير يكون سخن على النار، بحط كده قطعتين بقطعتين، حتى لو القلايه بتاعتك كبيره ما تضيفيش اكتر من كده. بسيبها بقى لحد لما تبدا تعمل الطبقه كده، تبدا تاخد لون وتمسك نفسها معايا. وبعدين ابدا اقلبها، ما تقلبيش على طول لانها هتتقطع منك في المرحله دي، لانها طبعا الزيت سخن فهتكون فكت خالص. بقلبها بقى يعني مرتين كده على كل جنب لحد لما تاخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده، وما تغمقيهاش لان هي طبيعي لما بيبرد لونه بيغمق شويه. خلصي بقى الكمية كلها، هتاكلي احلى بفتيك اقتصادي جميل جدا، هيعجب ولادك. الف هنا وشفا على قلبكم.